إذا السلام عليكم في فيديو جديد من فيديوهات مدرسة. في هذا الفيديو هنطرقوا دائما لدرس الدوال الأسية، واخترنا لكم مقتطف من الامتحان الوطني الموحد لسنة 2010 شعبة العلوم التجريبية. في الامتحان ديال 2010 اقترحوا عليهم التمرين التالي. كانوا كيعتبروا واحد الدالة عددية جي معرفة على اغ بالعبارة التالية، وطلبوا منهم بضعة أسئلة اللي كتشوفوا أمامكم في الشاشة. نحاولوا في هذا الفيديو نجاوبوا على هذه الأسئلة هذه واحد تلو الآخر. إذا كنطلب منكم أول شيء تاخذوا واحد المهلة زمنية ديال 20 دقيقة تقريبا باش تجاوبوا على هذا التمرين. كنصحكم باش ديروا هذه القضية هذه باش نخرجوا التمرين جميع إن شاء الله. إذا أول سؤال خصنا نبينوا أن الاشتقاق ديال الدالة جي كتساوي 4 عامل لي 2 إكس زائد 1 في إكسبونونسيال ديال 2 إكس. ليكون إكس ينتمي إلى إغ، نكتب العبارة ديال الدالة جي ديالي. باش نشتق الدالة جي أول حاجة نقدر نلاحظها أن جي كتساوي لي واحد ثابتة اللي هو واحد، الاشتقاق ديال واحد طبيعة الحال هو صفر، زائد جداء دالتين. الدالة الأولى كتسميها أو دو إكس اللي هي 4 إكس، والدالة الثانية في دو إكس اللي هي إكسبونونسيال ديال 2 إكس. إذا إلا بغينا نشتقوا جداء دالتين أو في في بريم كنذكر ما فيها باس هي أو بريم في زائد أو في بريم، واللي كنا باغيين نطبقوها في هذا التمرين ديالنا. جي بريم ديال إكس كتساوي الاشتقاق ديال واحد اللي هو صفر زائد الاشتقاق ديال أو يعني أو بريم اللي كيساوي 4 في في يعني اكسبونونسيال 2 اكس زائد او يعني 4 اكس في في بريم. الاشتقاق ديال اكسبونونسيال 2 اكس كيتكتب على الشكل ديال اكسبونونسيال او 2 اكس، وشفنا في الدرس ديالنا ان الاشتقاق ديال اي داله اللي كتكتب على الشكل هذا هي او بريم ديال اكس في او بريم في او ديال او 2 اكس. داكوغ، غنطبقوا هاد الخاصيه هذه بالنسبه للاكسبونونسيال ديال 2 اكس. دونك هاد الاو 2 اكس اللي هي 2 اكس هنايا ولا نسميها دوبل في 2 اكس باش كاع ما يوقع اختلاط مع او اللي كاينه هنايا. دونك هاد دوبل في 2 اكس بريم هي 2 في اكسبونونسيال ديال دوبل في 2 اكس يعني اكسبونونسيال ديال 2 اكس، والنتيجه ديالي كيف ما كنت كنتوقع هي 4 اكسبونونسيال ديال 2 اكس زائد 8 اكس اكسبونونسيال ل 2 اكس. دونك نقدر نعمل باربعه يعني 4 عامل لي اكسبونونسيال دونك 4 عامل لي 2 اكس زائد 1 في اكسبونونسيال ديال 2 اكس اللي هو الجواب اللي كنت كنتظر في السؤال الاول ديالي. اذا السؤال الثاني كيطلب مني الان ندرس الرتابه ديال الداله جي ونبين ان الجي تزايديه على المجال ناقص 1 على 2 زائد ما لا نهايه مفتوح، وتناقصيه على المجال ناقص ما لا نهايه ناقص على 1 على 2 مغلوق. دونك باش ندرس الرتابه ديال الداله جي ديالي، علما ان عندي العباره ديال جي بريم دو اكس، كنصحكم نشوفوا جدول التغيرات ديال الداله جي. لذلك غنرسموا جدول التغيرات ديال الداله، نحطوا في السطر الاول دونك في العمود الاول القيم، نحطوا في العمود الاول اكس العوامل ديال جي بريم دو اكس جي بريم دو اكس والداله جي، وفي العمود الثاني نحطوا القيم اللي كينعدم فيها جي بريم دو اكس والدي اف دي دو جي ديالي يعني اغ في هذه الحاله هذه، حيت الداله جي معرفه على اغ. اش كنلاحظوا بان في النقطه اللي هي ناقص 1 على 2 الداله جي بريم ديال اكس كتنعدم. علاش؟ حيت 2 اكس زائد 1 هو عامل ديالها. داكوغ، اذا على اليسار ناقص 1 على 2 اكس زائد 1 سالب، على اليمين 2 اكس زائد 1 موجب، وبما ان الداله اكسبونونسيال ديال اكس هي موجبه على اغ فان دائما عندي السيني زائد، عندي الرمز ديال زائد فين ما حطيته. دونك الداله جي بريم بكونها جداء ديال هاد الدالتين هادو غيكون عندي الاشاره ديالها في ناقص ما لا نهايه ناقص 1 على 2 اشاره سالبه، وفي المجال ناقص 1 على 2 زائد ما لا نهايه عندي زائد
في زائد يعني عندي الرمز زائد. وبالتالي فإن الدالة جي بما أن جي بريم سالبة في المجال ناقص ما لا نهاية ناقص 1 على 2، فإن جي تناقصية في هذا المجال وتزايدية في المجال الآخر، وبالتالي تكون جاوبت على السؤال ديالي. متفقين؟ إذا الآن السؤال الثالث خصنا نحسبوا القيمة خصنا نحسبوا الصورة ديال ناقص 1 على 2، علما أن عندنا العبارة اللي كتعطيني الدالة جي. دونك هذا السؤال يكون سؤال سهل من بعد نتحققوا أن جي ديال ناقص 1 على 2 أكبر قطعا من الصفر. إذا باش نحسبوا جي ديال ناقص 1 على 2 كنعرفوا جميع أن جي دو إكس هي 1 زائد 4 إكس إكسبونونسيال ديال 2 إكس. كنعوض مباشرة، دونك اش كنلقى هي 1 ناقص 2 إكسبونونسيال ديال ناقص 1، يعني 1 ناقص 2 على أو. دونك نمشي للبروبر ديالي، نمشي لورقة الامتحان، تنكتب مباشرة لدينا جي ديال ناقص 1 على 2 كنغير إكس بناقص 1 على 2، ومن بعد كنحط العبارة كيف ما لقينا في الوسخ. بعد ذلك تطلب مني نتحقق أن جي ديال ناقص 1 على 2 موجب قطعا. حنا اش كنعرفوا على او كتساوي تقريبا 2.71. اذا او كي دايره او طبيعه الحال اكبر قطعا من 2، وبالتالي فان 2 على او كي تكون اصغر قطعا من 1، و1 ناقص 2 على او يكون اكبر قطعا من صفر، وبالتالي جي ديال ناقص 1 على 2 هو اكبر قطعا من صفر. هذا كان الوساخ ديالي. دابا ندوز لورقه الامتحان. شنو نكتب؟ نعلم كذلك أن عدد نيبير كيساوي تقريبا 2.71، أي أو أكبر قطعا من 2، وبالتالي غتكون عندي 1 ناقص 2 على أو أكبر قطعا من صفر، أي جي ديال ناقص 1 على 2 أكبر قطعا من 0 كيف ما كان مطلوب مني في السؤال. إذا الآن ندوزو للسؤال باء 3 باء. خصنا نستنتجوا أن الدالة جي دو إكس هي أكبر قطعا من صفر لكل إكس كينتمي لإغ. دونك أول حاجة كنذكركم بالنتيجة اللي حصلنا عليها في السؤال الثاني. شفنا بأن في جدول التغيرات الدالة جي كنذكركم به كانت عندي الدالة جي بريم دو إكس هي سالبة على يسار ناقص 1 على 2 وموجبة على يمين ناقص 1 على 2. إذا الدالة جي كانت تناقصية عاد باش تزايدية، وتناقصية حتى وصلنا لجي ديال ناقص 1 على 2، يعني أن جي ديال ناقص 1 على 2 هي أصغر قيمة كتوصل ليها الدالة جي في التغيرات ديالها. وبما أن جي ديال ناقص 1 على 2 حسب السؤال 3 ألف هي عندي هنايا جي ديال ناقص 1 على 2 موجب قطعا ياكم، فإن الدالة جي موجبة قطعا لكل إكس ينتمي إلى إغ. طبيعة الحال كان هذا هو الوساخ ديالي. دابا ندوز لورقة الامتحان. إذا كان إكس أصغر من ناقص 1 على 2، هذا المجال هذا يعني، فحسب السؤال زوج الدالة جي تناقصية كيف ما كتلاحظوا. ولدينا كذلك جي ديال إكس أكبر من أو يساوي جي ديال ناقص 1 على 2. بما أن جي ديال ناقص 1 على 2 موجب قطعا كما شرنا عليه بالذكر، إذا جي دو إكس موجب قطعا لكل إكس ينتمي لناقص ما لا نهاية ناقص 1 على 2. بنفس الطريقة، ولكن هذه المرة نعتبر كون جي تزايدية على المجال المقابل، يعني المجال ناقص 1 على 2 زائد ما لا نهاية، كنبينوا أن جي دو إكس أكبر قطعا من الصفر على المجال ناقص 1 على 2 زائد ما لا نهاية. باش نلخصوا لقينا الجي موجبة قطعا في ناقص ما لا نهاية ناقص 1 على 2، وموجبة قطعا في ناقص 1 على 2 زائد ما لا نهاية. بطريقة أخرى كنستنتجوا أن الدالة جي موجبة قطعا لكل إكس كينتمي لإغ. لقيناها موجبة على يسار ناقص 1 على 2، ولقيناها موجبة على يمين ناقص 1 على 2. إذا فوالا الخلاصة ديالنا هي أن جي دو إكس أكبر قطعا من صفر مهما يكون إكس كينتمي لإغ. نمر الآن إلى السؤال الرابع، حيث عندي الدالة اف اللي العبارة ديالها كتبان ليا في الشاشة 2 إكس ناقص 1 عامل لي إكسبونونسيال 2 إكس زائد إكس زائد 1. مطلوب مني نحسب النهايات ديال الدالة اف في جوار ناقص ما لا نهاية وفي جوار زائد ما لا نهاية. نبداو أول نهاية نحسبوها في جوار زائد ما لا نهاية.
نكتب الصيغه ديال الداله اف ديالي. كنعرف بان اللي دونك باش نحسب اون ليميت بلس لانفيني اللي كنقوم به في اول مرحله هي كنعوض اكس بالقيمه ديال دونك اللي خصني نحسب فيها النهايه. في هذا المثال الا عوضت اكس بلس لانفيني علاش كنحصل عوضت اكس بلس لانفيني عندي بلس لانفيني. ليميت ديال اكسبونونسيال ديال 2 اكس هي زائد ما لا نهايه والليميت ديال اكس هي زائد ما لا نهايه. اذا عندي مجموع ديال زائد ما لا نهايات وجداء ديال زائد ما لا نهايه في زائد ما لا نهايه، وبالتالي فإن النهايه تاعي تكون هي زائد ما لا نهايه. سهله الحساب ديالها. باش نحسبوا النهايه الثانيه اللي هي النهايه ديال 2 اكس ناقص 1 في اكسبونونسيال 2 اكس زائد اكس زائد 1 في جوار ناقص ما لا نهايه، غنحاول ندير داكشي اللي درتو في المرحله الاولى ديال النهايه السابقه، يعني نعوض اكس بالقيمه ديال ناقص ما لا نهايه. ليميت ديال اكس هي مول لانفيني، ليميت ديال اكسبونونسيال ديال 2 اكس هي صفر، والليميت ديال اكس هي ناقص ما لا نهايه. اللي كنلاحظ هنايا هي اني عندي الشكل غير محدد. بالفعل عندي ناقص ما لا نهايه في الصفر ناقص ما لا نهايه. دونك غنحاول نبسط العباره ديالي. دونك اللي كنقوم به هي نفكك الجداء اللي عندي. دونك 2 اكس اكسبونونسيال ديال 2 اكس ناقص اكسبونونسيال 2 اكس زائد اكس زائد 1. الطرف الاول كنعرفوا نحسبوا جميع النهايه ديالو. علاش؟ حتى عندي في الدرس كيف ما شفنا ليميت لما اكس كتقول ناقص ما لا نهايه ديال اكس اكسبونونسيال ديال اكس هي صفر ياكم. دونك هذه تكون هي صفر. كنعرفوا جميع بان ليميت ديال اكسبونونسيال ديال اكس لما اكس كتقول ناقص ما لا نهايه كنعرفوا جميع انها هي زيرو. دونك غتكون نفس الشيء بالنسبه للاكسبونونسيال ديال 2 اكس. دونك عندي هنايا زيرو، عندي هنايا ناقص ما لا نهايه، وعندي تماك واحد ماشي مشكل. نعوض الان. دونك كنحصل ان الليميت لما اكس كتقول ناقص ما لا نهايه ديال اف دو اكس هي ناقص ما لا نهايه. كنتمنى انكم استفدتوا من هذا الفيديو. في امل اللقاء بكم في موعد اخر من فيديوهات مدرسه. شكرا.